اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا عقب اجتماعها في مدينة ميونخ الألمانية على خطة من 3 محاور تتضمن تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والشروع بتطبيق هدنة، وإيقاف إطلاق النار بما لا يشمل تنظيمي الدولة الإسلامية والنصرة، واستئناف مباحثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة. وعقد وزير خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الدولي إلى سوريا مؤتمرا صحفيا شرحوا فيه نتائج الاجتماع، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه تم الاتفاق على تنفيذ وقف الأعمال العدائية خلال أسبوع. وأشار كيري إلى أن الحكومة السورية كثفت قصفها على حلب، مما أدى إلى فرار 60,000 شخصا إلى الحدود التركية. وأضاف كيري عقب اجتماع الخميس: نعتقد بأننا أحرزنا تقدما في بيان ميونخ على الجانب الإنساني ووقف الأعمال العدائية في سوريا، كما اتفقنا على أن نسرع ونوسع المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وعلى تنفيذ وقف للأعمال العدائية خلال أسبوع، مؤكدا بأن الولايات المتحدة ستبدأ ممارسة نفوذها لتقليص العنف ووقف الأعمال العدائية بشكل فوري. وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه نتيجة للقاء كان التأكيد على التنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2254، كما تم الاتفاق على مبادئ للحل، وعلى أن تقدم المساعدات لكل المناطق المحاصرة دون استثناء. وتابع أنه سيتم تشكيل فريق عمل تابع للأمم المتحدة سيجتمع الجمعة في جنيف لتقديم المساعدات الإنسانية عبر إسقاط جوي. وأكد لافروف على وقف الأعمال العدائية وتحضير أطر وقف إطلاق النار، لافتا أنه لا بد من التأكيد في البيان على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب. فيما قال المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا: وصلتنا رسائل كثيرة من الشعب السوري تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية، واتفقنا مع الأطراف المعنية على وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر: يجب أن ندرس كيفية نقل المساعدات الإنسانية لأشخاص يائسين وجائعين، وكيفية إعادة تحريك مفاوضات السلام. فيما أكدت روسيا أنها لا تتوقع وقف غاراتها المشروعة ضد المتطرفين تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، لكنها وعدت باقتراح أفكار جديدة في ميونخ للتوصل إلى وقف إطلاق النار.